السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها سلايدر. سلايدر ده وظيفته ان هو بيضيف زي أداة للفلتر في لوكر، وبتكون أداة ان انت عبارة عن بتحركها يمين وشمال بناء على قيم معينة انت بتظبطها، بتدي طابع زي انيميشن كده في الداشبورد، بيخلي الشكل تفاعلي اكتر، بيبقى شكلها بيبقى ستايلش اكتر، وهكذا. بيبقى برضو عباره عن زي الفلتر كده، بس فلتر عباره عن خط كده بتحركه يمين وشمال كانك بتظبطه على ارقام معينه. طب دي بتنفع لايه؟ دي بتنفع في الارقام، في المتريكس والتواريخ. ما بتنفعش في الاسامي، ما بتنفعش في اي حاجه دايمنشن، لازم بتستخدم في المتريكس. دي بتقدر تستخدمها في الارقام وفيها التواريخ. تعالى كده نجربها كده. انا عندي هنا تاريخ، انا عندي هنا قصدي جدول في اسامي العملاء اللي اشترت واشتروا كام قطعه، خلاص كده، واشتروا كام قطعه. وانا هنا كده متقسمه الحاجه هنا تقسيم من اكبر لاصغر. انا ممكن اقسمها هنا يا جماعه. بص، هو بيقول لك السورت هنا ممكن اقسمها مثلا بناء على العميل اهو، عشان تبقى الدنيا متلخبطة شوية. يعني أنا عايز إيه، 1، 2 وهنا null. أنا عايزها تبقى الدنيا متلخبطة كده، يعني فاهمين قصدي إيه؟ وأنا إيه، أنا يبقى مثلًا 1 و3 في النُص، يعني تبقى الترتيب يبقى عشوائي شوية. فهنيجي هنا كده، وهنيجي نعمل هنا add control، وهنيجي نعمل هنا slider، وهنخلّي الslider ده هنا كده، نوسّعه كده هنا كده أهو، تمام. الslider ده فيه إيه، فيه الorder ID. لأ، أنا مش عايز الorder ID، أنا هاجيبه عن طريق الquantity. أنا عندي quantity من 0 ل4. هل ينفع إن إحنا نكبّر الكلام كده شوية؟ يعني ممكن نخلّيه مثلًا الكلام يكون أكبر شوية، يعني الrange يكون كبير؟ لأ ما فيش. طب تعالَ بقى نسيبها هنا كده. هنا من 0 ل4 لمّا تيجي نعمل view هنا عشان نشوف في الشكل الأخير، هنا بيجيب لي هنا من 0 ل4. طب أنا أقول له مثلًا عايز كل العُملا اللي اختارت 1 أهي، 1 أهي، ل2 أهو، من 1 ل2 هيجيب لي كل 1، 1، 1، 1، 2 أهي. و3 بس كده، 2 على طول. طب لو أنا قُلت له مثلًا طب أنا عايز من 1 ل3، هيجيب لي كل العُملا اللي اختارت 1 بس كده أهي. ممكن بقى نروح عاملين sort بقى بالquantity، يعني نيجي نقف هنا كده ونقول له هنا sort، بدل ما تكون بالcustomer name نخلّيها بالquantity، نحط هنا كده ونخلّيها هنا كده، يبقى 1 أهي، هتبقى 1 أهي. ما فيش 3 والّا إيه؟ أهو ثواني كده نوزّعها كده هنا كده أهي. تعالَ نجرّبها تاني كده. هنيجي نقف هنا كده ونخلّيها descending الsort بالquantity أهو. أيوه بالضبط كده، descending يعني تنازلي أهو، 3، 2، 1. طب لو أنا خلّيتها مثلًا ما بين، أنا عايز ما بين الاتنين، 2 أهو لحد من 2 ل3، من 2 ل3. طب لو عايز من 2، من 2 ل4 أهو، 2، 3، 4. ده شكل من أشكال الslider، زي الفلتر كده، اسمها slider. دي بتقدر تستخدمها لو أنت عايز تخلّي الفلترة dynamic. طب إحنا ممكن نخلّيها بالفلوس، يعني ممكن نعمل edit هنا كده، ونخلّي الslider ده يتحط فيه الفلوس اللي هو total price هنا كده، ونخلّي في الجدول ده نحط فيه بدل الquantity يبقى الtotal price، أو نحط فيه total price والquantity يعني الاتنين مع بعض، نخلّيهم هنا كده تحت بعض أهو. يعني الquantity هنا والtotal price هنا كده أهو. فنيجي مثلًا نقول له هنا إيه، نقول له هنا أنا عايز اللي اشترى من مثلًا من $30 لحد $40 أو $50 أهو. ده 35، 48، 48 من 30 ل50. فهمت قصدي إيه؟ طب لو عايز مثلًا من 20$ أهو، كل ده 20. فهمت قصدي إيه؟ ده نوع من أنواع الفلترة، بس بشكل كده اسمه سلايدر، اللي هو زي شكل رايح جاي كده، كأنك إيه، بتحركها يمين وشمال. طب تعالَ كده نعملها، نعدل بقى في حاجات هنا كده. نيجي في الستايل، ونيجي بقى الرينج ده أنت عايزه single value، يعني يتحرك كده. استنى كده، single value ده اللي هو إيه، لا إما كده لا إما كده، يعني 50، 30 تبقى single value، تبقى بتحركها. أو إن أنت تخلّيه ده single value، أو تخلّيه locked اللي هو من دي مثلًا، اللي هو الlocked من، اللي هو ده أقل حاجة، يعني بيبقى كده مثلًا أهو. دي الأرقام بتاعتها ماشي،
ممكن نحط لها مثلًا كمان الrange، يعني ممكن لو إحنا حملناها مثلًا تبقى range ونحط كمان الmin قد إيه والmax قد إيه والstep قد إيه، يعني ممكن أقول له مثلًا الmin من أول مثلًا 9 والmax لحد ال100 والstep تكون بالواحد ما تبقاش بالكسور أهي. ونعمل كده view كده يبقى دي 9 10 كده بتتحرك كده، ما تبقاش تبقى 9:30 10:15 لأ تبقى أو 10:30 لأ تبقى 9 10 وهكذا، ونخلّيها من 17 لحد 36 وتجيب لي كل الأرقام منهم. موضوع جميل أوي يا جماعة، لو دوست هنا كده هتجيبها لك كلّها تنازلي، أو لو دوست هنا تاني هيجيبها لك كلّها تصاعدي. بصراحة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. السلايدر ده سلايدر بتجيبه منين؟ بتجيبه من هنا add control هتلاقي حاجة اسمها سلايدر، دي في خانة الكنترول يا جماعة، دي بتبقى حاجة بتتحكم في الداشبورد بتاعتك، الموضوع هيبقى حلو أوي. بس كده، فأتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لإن والله الواحد بيتعب أوي. فشكرًا جدًا ليكم، ما تنساش تنشر المحتوى لإن فعلًا، فعلًا محتاجك أوي تنشره معايا. شكرًا جدًا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.